السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، وإن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم غنشارك معكم هذه الأكلة الرائعة بالأرز والدجاج والبطاطا، بصراحة رائعة ولذيذة جدا وسهلة. وحضرت أيضا هنا فطائر رائعة بعجينة هشة تحافظ على الطراوة ديالها لمدة طويلة جدا. هنا حشوة الجبن والسبانخ، ممكن ديروا حشوات مختلفة، اللحم، الدجاج، الخضر، أي شيء نتوما تحبوه. المهم ان النتيجه رائعه. وهنا حضرتها بالقمح الكامل. اذا حبيتوا نخلي لكم رابط الوصفه في التعليقات ان شاء الله. ما تنساوش ديروا لي لايك باش تشجعوني اكثر نشارك معكم وصفات اكثر. ننتقلوا الى طريقه تحضير هذه الاكله. هي بالاصل يكون افخاذ الدجاج تكون احسن، يعني هذه الاكله تمشي بافخاذ الدجاج وتعطيكم نتيجه احسن. انا كان عندي صدور دجاج فقط، وقلت واخا هكا غادي نحضرهم بها صدور دجاج باش نحافظوا على الطراوه ديالها. نعطيكم واحد نصيحه رائعه عطاني واحد شيف صيني، بصراحه كتخلي صدر الدجاج طري من طيبه. كنقعوه في بيكربونات الصودا والخل والماء واحد المده ساعه، ومن بعد نغسلوه ونصفيه ونستعملوه عادي. المهم نجيبوا هنا واحد الطنجره نديروا فيها زيت نباتي، بصل، ونديروا الكركم. التوابل الأساسية في هذه الأكلة هي الكركم والزعفران. نقلبوه جيدا، تقريبا الكركم درت واحد ملعقة صغيرة كركم. من يولي البصل شفاف غادي نضيفوا الدجاج. هنا ممكن نضيفوا توابل صحيحة مثل القرفة، عود قرفة، القرنفل، الهيل، وانا نسيت صراحة ولكن حطيتهم من بعد في الأرز. غادي ندير قطع الدجاج، وغادي نضيف عصرة من الليمون، عصير الليمون، وغادي نضيف ايضا توم مبشور، تقريبا واحد 3 إلى 4 فصوص. انا كيعجبني التوم مع الدجاج كنضيفوا كميه. هنا غادي نضيف توابل على حسب الرغبه اللي تمشي مع الدجاج. عندي فلفل اسود، قليل من القرفه، عندي الزنجبيل، عندي الزعفران، كانت عندي ضمه ديال الزعفران، شويه الفلفل الحار، وكانت عندي خلطه من توابل الدجاج. مهم توابل اللي كتمشي مع الدجاج وكتحبوها في هذا النوع من الاكلات. قلبتهم شي شويه، ضفت الملح، من بعد غادي نضيف قليل من الماء الساخن، فقط الكميه اللي غادي تكفيني باش يطيب هذا الدجاج. وفي نفس الوقت غادي نضيف هذه الاكله البطاطا، شرائح البطاطا. كنعرفوا الدجاج كيطلق الماء، فما نحتاجوش نكثروا المرق، واصلا هذه الاكله ما كتحتاج مرق كثير. غطيتها واحد شويه. هاي البطاطا قشرتها شرائح، غادي نديرها من تحت، يعني تحت، نحاول نديرها بواحد الطريقه من تحت الدجاج. ومثل ما قلت لكم اذا كان صدور افخاذ الدجاج يكون احسن، لان غادي تتحمر. المفروض توصلوا درجه انه يتحمر من بعد، يعني النتيجه النهائيه. وغادي نقلبوا الطبق مثل فكره المقلوبه. وغادي لصقنا البطاطا والدجاج من تحت، كنحاولوا نحيدوهم. المهم هو الجمال ديالو ان يكون محمر داكشي من فوق. هنا سلقت الارز نصف سلق، ماشي سلق كامل، لانه غادي يكمل الطهي ديالو فوق هاد المكونات. شوفوا شربت المرق، ما بقاش عندنا مرق بزاف. دابا غادي نفرش هاد الارز اللي قلت لكم سلقته ماء وملح والتوابل. درت له حبات قرنفل، القرفه والهيل باش يتنسم. وايضا كندير الزيت اثناء السلق باش تولي حبه عن حبه منفصله. وزعت قليل من الزعفران مع الماء، حطيت شويه زبده، وحطيت على جنب الزبيب للتزيين. انا ودي ما كيبغيش الزبيب، ولكن ممكن تزينوا باللوز، المكسرات، الزبيب، معدنوس، بصل محمر. المهم النتيجه رائعه والطعم ديالو جميل جدا، غادي اكيد يعجبكم. نتمنى اذا عجبتكم هذه الوصفه ديروا لي لايك باش نشارك معكم الوصل، لانه اللايك مهمه باش نحس انك عجبكم الفيديو، وفي نفس الوقت يوصل للناس اكثر. اترككم في رعايه الله وحفظه. نلتقي ان شاء الله في الفيديوهات الجايه مع وصفات اخرى ان شاء الله.